بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وهذا الفال كل وحدة متواجدة معايا في الفيديو هذا. نويت الشمعة يا الشمعة يا الشمعة الضوايا، لو كان نعرف وش بيك نمسح هذيك الدمعة من بين خديك ونرد وجهك كمرايا. ربي يا معبود اقبل دعايا، يرجع لي الزهو زمان ويعيا الحبيب قاعد معايا. وش راكم فراشاتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا راني في نعمه والحمد لله. جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده كما راكم تشوفوا معايا، حليوه هايله محبوبه الجماهير واللي ما نستغناوش عنها لا في الاعراس ولا في الاعياد، اللي هي مقروط اللوز. انا درت لكم مقروط اللوز معسل وعلى قانيه، يدخل في القلب وبنين وهشيش وخفيف ومعسل من الداخل، يعني معلك كما راكم تشوفوا معايا. يعني مسي برك راح يتعسل ولا يتعلق معاك كما راكم تشاهدوا معايا في الفيديو. مقروط معسل وعلى قانيه. مرحبا بكم معايا في الوصفه ديالنا. عندي 3 كيلات تاع لوز، انا لهنايا نستعملها نص لوز ونص كاوكاو للامانه. عندي كيلو ونص لوز، فحبيت باش تجيني كونتيتي مليحه درت، ولا باش تغرم لي اكثر درت نص كيلو ونص عفوا تاع كاوكاو. درت لهم كيلو تاع سكر ماشي معمره، ودرت لهم نص كيلو تاع نواه كوكو. كما راكم تشاهدوا معايا مزجت كامل المكونات مع بعضياتهم، ونزيد لهم هنايا لاغوم تاع المزهر، وهنايا نزيد لهم لاغوم تاع المزهر، وزيد لهم لاغوم زاده تاع الليمون ولا الكريبوني كما راكم تشوفوا معايا. هنا عندي حبيبه تاع قارص مبشور ديالها، عندي حبيبه كبيره يعني ما شاء الله خرجت لي مبشور ما شاء الله. لهنا عندي مغرفه كبيره تاع زبده، لانه انا لهنايا راني مستعمله نص تاع اللوز عفوا مستعمله لهنايا نص كيلو ونص تاع اللوز وكيلو ونص تاع كاوكاو، مخلطتهم مع بعضياتهم. فاستعملت مغرفه كبيره تاع زبده ما تكونش معمره مليح. كما راكم تشاهدوا معايا نحاول اني ندخلها في المكونات ديالي. يعني لهنايا عندي مقادير مضبوطه، وهادوما في المقروط اللوز. اذا عندك كيلو تاع لوز تخرج لك حوالي 40 حبه، يعني ما شاء الله حتى 42 حبه يخرجوا كبار وما شاء الله ماشي صغار. الا حبيتي تنقصي في الحجم اكيد حتخرج لك حتى ال 45 حبه. انا حطيت حبيبات ما شاء الله، يعني مقروطه كي تحطيها كيما نقولوا حنايا شباح وهمه، والذوق ما نحكيوش عليه ابدا لانه جايين معلكين ما شاء الله. درت لهم حبه بيض اونتي كيما راكم تشاهدوا، خلطتها مليح مليح، ونقعد نزيد 2 صفار بيض، ونقعد نطم ديالي حتى نكملها غير بالصفار ديال البيض. يعني المقروط ديالنا حيجي ما شاء الله. نقعدوا نضيفوا له غير الصفار ديال البيض حتى نتحصلوا على العجينه ديالنا اللي تكون تقدر تتشكل ومنتو طريه متماسكه ومنتو طريه. لهنايا زدنا 2 حبيبات واحد اخرين تاع صفار البيض. نقعد نطم العجينه ديالي بهذه الطريقه. يعني انا عندي هنايا كيلو تاع بين الكاوكاو واللوز، عندي حوالي كيلو صافي. كلالي البياض عفوا الصفار البيض حوالي 11 صفار بيضة. انا ما عنديش البيض كبير، عندي البيض صغير، فسقام لي حوالي 11 بيضة تاع حوالي عفوا 11 صفار بيضة. لهنا من بعد ما طميت كامل المكونات عفوا العجينة ديالي طمت لي مليح، اشاك فوا نزيد لها بصفار البيض فقط، ومع الاخير زدت لها غير الحبيبه تاع صفار البيض لانه ما كانش محتاجه بزاف. تحصلت على عجينه ما شاء الله. خليتها في الثلاجه، يعني انا خليتها دومي جورني للامانه. شوفوا كيفاش مازال طريه ما شاء الله.
لهنايا واش نجيب بلون دو طرافاي، نحط شويه ديال الفرينه باش نشكلوا البوده ديالنا بهذه الطريقه، ونقعدوا نحربشوا في الحربوش ديالنا فوق لا فارين هذيك باش ما يلصقناش في بلون دو طرافاي، وما نكثروش الفرينه بزاف زاده، ونشو غير شيشه خفيفه قسمة تسهل لنا العمليه، لانه نعرفوا مقروط اللوز راهو فيه السكر، والسكر يقعد يتلاصقنا في بلون دو طرافاي سورتو من بعد ما ريح وتعسل لنا. هذه تاع دومي جورني ولا حوالي 5 سوايع، هي يقعد من بعد ما يريح السكر في لاباط ديالنا يقعد يتعسل. هنا كيما راكم تشاهدوا يعني قطعت الحبه ما شاء الله، الحبه كبيره يعني تعمر العين، وممتوم شكلها ما شاء الله الحبه. واللي ما تعرفش الميزان تاع الحبيبات ديالها دير دودوا ديالها وتقطع، دير دودوا وتخلي شويه على دودوا ديالها، يعني تعرض شويه. واللي عندها يدها كبيره ما شاء الله تاع العبر والميزان دير غير دودوا وتقص. انا لهنايا للامانه معرفه نقصو، فعيني هي ميزاني ويخرج لي حبه مقابله خدها بهذه الطريقه. بعد نشكلو نحاول اني نضبطه كامل ونحطه في السني ديالي، السني اللي كنت رشيته بطبيعه الحال بالفرينه. حنايا ما ننساش انه الحلوه ديالنا فيها السكر كما قلت لكم، والسكر راهو يلصق بطبيعه الحال. فانا للامانه ما حش يلصق لي في السنيو ديالي، ولكن احتياطا فقط نرش رشه خفيفه ديال الفرينه كما راكم تشاهدوا معايا، ونحطوا كامل المقروط ديالنا في السنيوه. من بعد ما نشكلوه كامل نحطوه في السنيوه ديالنا بهذه الطريقه، ونحطوه في السني يطيب. وهنايا فراشتي الحبيبه ما تكبريش الحبه تاع المقروط ديالك بزاف، لانه المقروط هذايا راه من بعد رايحين نغبروه ولا رايحين نغلفوه بالسكر سكر كلاص، فيشد يزيد يشد المكان ولا الحبه تزيد تكبر لنا. فنحاولوا نحطوا حبيبه كبيره، ولكن ماشي بالكبر الجاهل كما نقولوا حنايا. انا زمان يقولك ما تجهليش الحبه، فالحبه تكون كبيره اللي عينو كبيره يحطها كبيره، ولكن ماشي كبر هذاك حتى تجهل الحبه وتولي ما عندهاش الشغم ديالها. هنايا من بعد ما سكرنا السخ كلاص ديالي، انا للامانه كنت نسكر فيه فالفيديو ضاع لي ولا كان ما كانش يصور علم لله، فما لقيتش الفيديو تاع كي كنت نسكر في المقروط اللوز ديالي. فخرج لي كيما راكم تشاهدوا لهنايا ما شاء الله، مالغري درت له لي كيسات غير خفاف تاع الزواوله، فما درتلوش هذوك تاع الدونتالي وكما نقولوا حنايا، ولا حتى تاع لي دون لي نابخو تاع التول. هذوك يزيدوا للحلوه ديالنا كما نعرفوا، يزيدوا لها شغم على شغم، طلع لها تجيكم ما شاء الله. فانا درتهم غير هكذا كيسات بسيطين كما نعرفوا للعيد ومناسبه ماهيش كبيره كبيره. ف في الحقيقه ما سعفنيش الوقت باش نخرج نشريهم، فحاولت اني نستعملهم بابسط الطرق. ليسونسيال الحليوه فوق الميدان نهار العيد مع الحباب والفرحه واللمه هذيك هي الصح، وهذه تمد حبيبتها لهادي. نقعدوا في عاداتنا زمان هذه. دراري صغار يمشوا بطبيسي الحلوه، واللي عندهم هذه العاده يقولوا لي في الكومنتير. ومرحبا بكم عندي في القناه، ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر. وما تنساوش اللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك ودير لنا لايك بيان سور. ما تنسناش الكومنتير يكونوا شابين وغزالين كما نتوما. مع السلامة في فيديو اخر باذن الله.